اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل وصفة سهلة وسريعة للديك الرومي. اول حاجة هنجيب الديك الرومي نبتدي نغسله كويس، وبعد كده هندعكه بملح وفلفل ونسيبه حوالي ربع ساعة نص ساعة، وبعد كده نغسله تاني. والديك الرومي بيختلف من وزن للتاني على حسب كل وزن، على حسب ما هنحط البهارات وهنحط الحشو. يعني لو هو مثلا 20 كيلو 10 كيلو، كل واحد وعلى حسب حشوته. بعد كده هنجيب الحشوة نعملها ازاي. هنجيب بصلة كبيرة ونقطعها صغير ونبتدي نشوحها على النار نص تشويحة كده ما نحرقهاش، وبعد كده نحط كوباية رز وكوباية فريك مغسولين الاتنين طبعا. وبعد كده نحط ملح وفلفل ومكعب مرقة، ونبتدي نقلبهم مع بعض على نار متوسطة. وبعد كده نحط مية مغلية بالشكل ده، ما نحطش مية كتير، يعني تكون 3/4 سوا الحاجة، ما نسويش على اخر، 3/4 سوا او حتى نص سوا. وبعد كده عندنا التوابل، عندنا معلقة ملح ورشة فلفل ومعلقة زعتر ومعلقة جنزبيل وبهارات ومعلقة بابريكا ورشة قرفة صغيرة ومعلقة مستردة كبيرة. برضو هي البهارات والملح وكل الحاجات دي على حسب الحجم بتاع الديك الرومي. وهنحط معلقة كبيرة من البصل البودر ونقلب كله مع بعضه مع معلقة زيت. وبعد كده هنجيب عصير طماطم او كاتشب على حسب المتوفر عندنا، وبرضو نقلب كله مع بعضه مع عصير بصل. عصير البصل هنجيب بصلة مفرية ونحطها عليها رشة ملح ونسيبها شوية لغاية ما تنزل ميتها، وبعد كده نعصرها بالشكل ده. وبعد كده هنجيب سرنجة ونشيل السن بتاعها ونبتدي نشفط مية البصل اللي احنا كنا عصرينه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. نشيل السن عشان يبتدي يعني السرنجة كلها تتملي بمية البصل. وبعد ما املى السرنجة بتاعتي هبتدي هحط تاني السن فيها بالشكل ده. ودي بتفيد جدا الديك الرومي في ان هو كل الديك الرومي مبقاش زفر، ويكون طعمه حلو، ويكون كله فيه نكهة البصل، عشان اكيد التتبيلة مش هتوصل لغاية اللحم جوه. وهنبتدي نغز الديك الرومي بالشكل ده بمية البصل في كل جانب، يعني في الصدر وفي الوراك وفي كل جانب من الديك الرومي زي ما حضراتكم شايفين. وده بيكون مفيد جدا وبيدي نكهة وطعم ممتاز. وبعد كده هبتدي اتبل الديك الرومي بالتتبيلة الخلطة اللي احنا عاملينها زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة اتبله كويس قوي من تحت الجلد وفوق الجلد وبطنه ومن ظهره وكل حاجة، من جوه كمان كويس قوي وتحت الجلد زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما اتفقنا التتبيلة والحشو بيختلف من وزن الديك الرومي نفسه، عشان طبعا كل ديك رومي وليه مقادير مختلفة بالنسبة للوزن نفسه بتاعه. وبعد كده ابتدي احط الحشوة، هبتدي احشيه كويس جدا من جواه. وفي ناس بتفضل تحشي الصدر، الجلدة اللي هي من عند الصدر تتحشي كويس او لا، كل واحد وعلى حسب رغبته. يعني حضراتكم شوفوا اللي عايز يحشيه كويس كتير او قليل، ده برضو بيرجع على حسب الرغبة. ممكن ما تحشوهوش خالص، يعني كل واحد ورغبته. وبعد كده هجيب زبدة وابتدي احطها من على الوش او تحت الجلد، يعني يا دي كل واحد برضو على حسب رغبته. واغطيه فويل وادخله الفرن برضو على حسب الوزن. يعني مثلا لو عندنا ديك رومي مثلا 10 كيلو، هنسيبه 3 ساعات. وعشان نتأكد ان هو استوى هنجيب سكينة ونبتدي ننغز اي جنب فيه، لو نزل دم يبقى هو لسه مستوش، نسيبه فترة اطول. وبعد كده لما يستوي هنبتدي نشيل الفويل ونبتدي نديله وش. ودرجة حرارة الفرن هتكون من 200 ل 220. ولو فتحنا عليه ولقيناه يعني ميته نشفت، هنزود حوالي نص كوباية مية، منحطش مية كتير. وممكن في الصينية نفسها نحط أي بوكيه جرنيه احنا نحبه، زي مثلا بطاطس متقطعة أو بصل أو أي حاجة نحبها. وفي النهاية ده بيكون شكله. أتمنى حضراتكم تجربوه وإن شاء الله يعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.